انت مانك داعيه؟ لا ماني داعيه. بفتره اعتبرتي حالك داعيه؟ قلت قناعاتي وهلا جاي يقول قناعاتي كمان. مستحيل ترجعي تتحجبي؟ لا. قبل ما اخذ هيك خطوه كثير تاكدت انه هل الحجاب فريضه وحاسب عليه ولا لا. الحجاب جو بالنسبه لي لا. بس مذكور بالقران الحجاب بالايه 31 من سوره النور، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. اول شيء الخمر جمع خمار. صحيح. الجيوب اول شيء هو الصدر. وما قال غطاء راس. خمار يمكن تكون حاطه هيك، يمكن كانوا هيك يلبسوا، يعني هلا يمكن اللبس اللي كان يلبسوه قديم اذا بيكونوا بهيدا العصر رح يغيروا. انا بقول يمكن انت اذا كنت بمجتمع، اذا انت اذا الوحده مش محجبه بيطلعوا فيها بطريقه مش حلوه غير عن الناس، يعني كمان التقاليد والبلد اللي انت فيه كمان بيفرض عليك، يعني ما فيك تظهر كثير عن وينين البلد اذا بدك، او الاعراف اللي انت فيها. فانا بقول انه الحجاب هو اعراف اكثر من واجب. بعتقد بسوره الاحزاب الايه 59 بتقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ما شاء الله عليك انت حافظ. الجلباب اوكي. ليش كفيها؟ كي لا يعرفنا. مزبوط. لانه كانوا ياذوهم، يعني كان في كثير قصص بالقران لحالات معينه، كانوا اذا ظهرت الوحده يعرفوها انه هي من المؤمنين او اللي كانوا حوالين الرسول كانوا ينأذوا. فهيدي الايه اجت انه يغطوا طما ينأذوا، يعني بدك تكفي الايه.